هو يعني ايه ذهان؟ كتير مننا بدأنا نسمع كلمة ذهان، بيقولك ده عنده ذهان او مريض ذهان. بص يا صديقي، الذهان ده مرض عقلي وليس نفسي. يعني ايه عقلي؟ يعني بيكون في مشاكل في كيمياء المخ، كيمياء الدماغ، وبالتالي بيحتاج تدخل دوائي، وليس سايكوثيرابي فقط، لازم كمان تدخل دوائي. طيب، من اهم اعراض الذهان هو بيكون ظاهر جدا في عرضين ظاهرين، وهما الهالوسينيشنز اللي هي الهلوسة، والضلالات اللي هي الافكار او المعتقدات الخاطئة. اول حاجة الهلوسة وهي بتكون 5 انواع: هلوسة بصرية، سمعية، لمسية، شمية، وتذوقية. يعني ايه؟ يعني مثلا هلوسة بصرية بتكون ليها علاقة بالبصر، ان هو بيشوف ناس، بيحس انه بيشوف ناس. طيب السمعية بيكون لها علاقة بالسمع، بيحس ان هو بيسمع اصوات، انا دايما حاسس ان في حد بيكلمني، سامع اصوات ناس ومفيش صوت اصلا، هو الوحيد اللي بيسمعها. تذوقية، يعني مثلا اكلة معينة كله بيدوقها يقول عليها طعمها كذا، هو الوحيد اللي بيحس بطعم تاني خالص. مثلا لمسية ان هو بيحس دايما ان حد بيلمسه، ان في حاجة ماشية عليه، ان في لمس. شمية ان هو بيحس ان هو شامم ريحة، هو الوحيد اللي شاممها في مكان. مثلا تشم برفيوم تكون جميل، تلاقيه هو اللي شمه يحس مثلا تجيله هلع، او يحس بحاجة غريبة لما يشم البرفيوم ده مثلا. طيب، يعني الهلوسة بتكون 5 انواع مرتبطة بالحواس، كل نوع من الهلوسة مرتبط بالحاسة بتاعته: سمعية مرتبطة بالسمع، بصرية مرتبطة بالبصر، وهكذا. هم اشهرهم بتكون السمعية والبصرية، دول الاشهر يعني. تاني نوع اسمه الضلالات دي اللي هي معتقدات خاطئة، هو شايف حاجات غريبة، يعني مثلا هو شايف نفسه الاله، او شايف نفسه المهدي المنتظر، النبي. تلاقي دايما عنده معتقدات هو الوحيد اللي مؤمن بيها، ومعتقدات كلها ضالة. وفي حاجات زي ضلالات الشيخوخة، ودي حاجة جديدة، ان هو مثلا يكون شاب عنده 30 سنة بس تيجي تسأله يقول لك لا انا 60 سنة، انا كبير، وتلاقيه بيتعامل ان هو شخص شيخ، اللي هو كبير خلاص، العمر عدى بيه، تلاقيه بيمشي يتسند وكل حاجة، فتلاقي ده عنده ضلالات. فدول ببساطة كانوا أبرز حاجتين بيظهروا إن الشخص ده عنده أعراض ذهانية، يعني محتاج يتعرض على دكتور نفسي، ويبدأوا يعملوا تدخل علاجي بالدواء، وبعديها بيبدأ يترحل لسايكوثيرابي، إنما لازم يحصل تدخل دوائي. ده كان ببساطة تعريف الذهان. لو حد عنده أي سؤال ممكن يسيبهولي في الكومنتس أو يراسلني على رسائل الصفحة. أنا هنا في مساحة نفسية بقدم محتوى يومي عن الصحة النفسية وتطوير الذات وتحسين علاقتك بنفسك قبل الآخرين.